الحمد لله بمجامع محامده التي لا يبلغ منتهاها، والشكر له على آلائه وإن لم يكن أحد أحصاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محقق لأصولها محيط بمعناها، وأشهد أن محمدًا رسول حل من ربى النبوة أعلاها فعلاها، وحمل من أعباء الرسالة إداها فاطلع بها وأداها، فجلى الله به عن البصائر رينها وعن الأبصار عشاها، صلى الله عليه من الصلوات أفضلها وأزكاها، وأبلغه عنا من التحيات أكملها وأولاها، ورضي الله عن عترته وأزواجه وصحابته ما سفرت شمس عن ضحاها. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية، وما زلنا في قراءات المقالات التي كتبت عن اللغة العربية في إريتريا في الشبكة الإنترنت أو التواصل الاجتماعي. فهذا مقال للدكتور جلال الدين محمد صالح بعنوان اللغة العربية في إريتريا بين المطالبة الشعبية والرفض الشعبوي. فإذن هو يقول: فالحرف اللاتيني في النهاية حرف أوروبي، يعني اللغات التي أو اللهجات التي كتبت بالحرف اللاتيني في تدريسها في إريتريا، فالحرف اللاتيني في النهاية حرف أوروبي يربط الناطقين به بالغرب ويمسخ نطق الحرف العربي، فبدل أن ينطق المسلم الإريتري حرف الحاء في الحمد والضاد في والضالين كما يقتديه النطق العربي السليم، سيغلب الحاء هاء الهمد، سيقول الهمد، والضاد دالا فيقول الدالين والهمد، يعني سيكون هنالك قلب للحروف لأنها كتبت بالحرف اللاتيني، والحرف اللاتيني لا يوجد فيه حرف الحاء والضاد. وليس همد بمعنى حمد، ولا ضل بمعنى دل بمعنى ضل، وهكذا يترسخ التعجيم بعد اغتيال الحرف العربي في اللسان، وتوطين الحرف اللاتيني مكانه. وفي الوقت الذي يطرح فيه رجال التجرينيا الشعوبيين هذا الحرف بديلا لحرف لغتهم الجعزية، يعني اللغة الجعزية تكتب بالحرف العربي وهو الحرف المسند الذي كتبت به اللغة الحبشية الحميرية الجعزية منذ زمان. فلذلك ما أكده كادر النظام أبعاري، إدريس أبعاري هو من مناضلي الثورة الإريترية، وكان أخيرا مع الجبهة الشعبية التي حررت البلاد وحكمت البلاد، وهو صحفي وكاتب في الجريدة إريتريا الحديثة، ولكن من المهتمين باللغة العربية، فانتقد كثير مما طرح عن اللغة العربية وإبعادها عن المجتمع، وللأسف هذا كان ثمن لحريته. الآن ما زال يقبع في السجون، وهو اسمه إدريس أبعاري، حيث يقول: أذكر في الثمانينات عندما عقد أول مؤتمر لغوي في الميدان طرحت قضية استبدال حرف الجئز بالحرف اللاتيني بالحروف اللاتينية. عندها ثارت سائرة الكثيرين، ومعتبرين ذلك بأنه سلخ عن الواقع الثقافي والديني والتاريخي
ولحسن الحظ توقف المشروع في المهد. يعني حتى التقرينيا كانوا يريدون أن يكتبوها بالحرف اللاتيني، ولكن هي الآن ما زالت تحتفظ بحرفها المسند السبئي. وللتاريخ، يقول الدكتور جلال الدين محمد صالح، وللتاريخ فإن جل من اعترضوا كانوا ممن اقترفوا ما يكفي من محيط الماركسية. طبعا الماركسية هي لا دينية، لا تهتم بالدين ولا بالحضارة ولا بالثقافة الدينية، فلا يؤمنون بالإله ولا يؤمنون بالدين، فهم الذين أرادوا أن يبعدوا الناس عن ديانتهم، سواء كان الإسلامية والمسيحية أو النصرانية. ويقول: وكنت مؤيد لهذا الرأي مع أنه لم يحالفني حظ المشاركة في ذلك المؤتمر. هذا إدريس أبعري يقول هكذا: إلا أن المفارقات التي تنتصب دوما أمامنا هي ذاك الرفض الحازم للانسلاخ عن الجئز. جئز أو جعزيان هي قبائل عربية في اليمن، والتصميم الحالي للانسلاخ عن العربي الأمر الذي يربك المعايير. طبعا انتقد إدريس أبعري هذه السياسة، فكان سمن لحريته والآن يقبع في السجون. لا أعتقد إن في المعايير ربكا، بل فيها انسجام وتناسق مع ما يحمله الاتجاه الشعوبي. هذا دكتور جلال الدين يقول هكذا: لا أعتقد إن في المعايير ربكا، بل فيها انسجام وتناسق مع ما يحمله الاتجاه الشعوبي. الشعوبية هي القوميات التي تكره اللغة العربية والحرف العربي والقبائل العربية، من مواقف واضحة عن اللغة العربية وحملتها. وإذا كان هناك ربك فإنما هو في عقل من كان مخدرا بالأفكار الحالمة على حد تعبير غورباتشوف. طبعا غورباتشوف كان من ضمن حكام الاتحاد السوفيتي، والذي انهار هذا الاتحاد في عهده، أو كان مثاليا يقرأ الواقع قراءة أفلاطونية. طبعا أفلاطون له مدينة حالمة وله كتاب المدينة الفاضلة، ولكنها كانت في حلم. أما الماركسية فما كانت إلا مرعى للخرافة الضالة على حد وصف المسيح عليه السلام لبني إسرائيل، فقد كانت ظهرا يمتطى. الماركسية كانت ظهرا يمتطى بمثابة الديدان التي توضع في السنارة لاصطياد الأسماك، حيث يقول أحد فلاسفة أوروبا: إني لا أحب الديدان، ولكن إذا أردت أن أصطاد سمكة فإني أضع الديدان في السنارة. وقد قال عنها الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية الأمين محمد سعيد، وهو من كادر، هو مناضل من أبناء الثورة الإريترية، وكذلك أخيرا كان الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وبعد تحرير إريتريا تغير اسم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا فأصبح حزب الجبهة الشعبية للعدالة، الديمقراطية والعدالة. والأمين محمد سعيد هو الأمين العام من ذاك الوقت، وقد توفي قريبا. فقال في عام 1994 في اجتماع جماهيري كبير بجدة عن اللغة العربية: هي موضة وانتهت، فما كان يلتهم بشراهة من هذا النوع من الديدان الفكرية القاتلة إلا الجوين كما يسميهم اليهود. فللأسف الشديد هو يتحدث اللغة العربية ويكتب باللغة العربية، ودرس وتعلم في جدة باللغة العربية،
ولكنها كما يقول الدكتور جلال الدين إنها الماركسية أو الديدان الفكرية، وهم غير يهود الذين ينساقون دون وعي ووراء الموضات الفكرية الوافدة، ولديهم استعداد للتوجه من قبلة إلى أخرى إلا كعبة طبعا. ومنهم يقينا أولئك النفر من أبناء المسلمين الذين ارتدوا عن دينهم وتنكروا لقيمهم وثقافاتهم واستهانوا بأعراضهم ومعتقداتهم وورطوا المجتمع في مشاريع التقرنة وزحفها ليس على اللغة فحسب، وإنما أيضا على الثقافة والأرض والعرض معا، وردوا أن يكونوا من المبشرين بثقافة الانحلال والتفسخ التي ما زالت تحت حتى هذه اللحظة ثقافة سائدة. ثم اكتشفوا بعد ذلك أنهم أمام مد شعوبي جارف يندفع بقوة لإغراق المجتمع ومسحهم إلا من ركب سفينة التقرنة واعتصم بها كما قال ابن نوح عليه السلام: يوم القلق سآوي إلى جبل، الجميع ومسحهم إلا من ركب واعتصم بها كما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلا أن يركب سفينة التقرنية. على كل نملك أن نشد أزرهم ونحيي فيهم هذه اليقظة التي غشيتهم فجأة وهذه الصيحة التي انتابتهم بغتة، ونأمل أن تكون أول خطوة في طريق الأوبة والتوبة. يقصد إدريس أبعري الذي استنكر في إبعاد اللغة العربية عن مجتمع الإريتري، ولا يعني تصدي الحركة الإسلامية لسياسات التقرنية رفض التقرنية لغة رسمية للشعب الإريتري. نحن لا نرفض اللغة التقرنية هي اللغة رسمية للشعب الإريتري، ولكن هنالك حق دستوري للشعب الإريتري في الأربعينيات في البرلمان الإريتري حينما أقر أن تكون اللغتان التقرنية والعربية لغة رسمية في البلاد. وإن كان لا يعدم في التيار الإسلامي من يقول إن التقرنية ما هي إلا لغة وافدة من التقرايت لا صلة لها بغالب المجتمع الإريتري ولا تملك حق مقابلة اللغة العربية، إلا أن غالب التيار الإسلامي يقر بها لغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية. مشاهدي الكرام، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير، ثم نعود إليكم إلى هذا الطرح الجميل الذي يطرحه البروفيسور جلال الدين محمد صالح عن مدافعته للغة العربية في أريتريا في مقال له نشر في الإنترنت تحت عنوان اللغة العربية في إريتريا بين مطالبة الشعبية أي الشعب والرفض الشعوبي. ويقول في عنوان فرعي في هذا المقال: التقسيم القومي في إريتريا بين الحقيقة والادعاء. عندما نتحدث عن التقسيم القومي في إريتريا من الضروري أن نتساءل: ما الأسس التي قام عليها هذا التقسيم؟ بمعنى أكثر وضوحا عندما أطلقنا صفة القومية على البلين والساهو والتقري مثلا، ما هي العناصر التي اكتملت عند كل مجموعة لتستحق صفة قومية؟
إريتريا قسمت إلى 9 قوميات: قومية الساهو، قومية البلين، قومية الكنامة، قومية التجرينيا، وقومية العفر، وقومية اللغة العربية طبعا، وهم الرشايدة كما يزعمون. فيقول مثلا القومية، صفة القومية على البلين والساهو والتجري، وما هي العناصر التي اكتملت عند كل مجموعة لتستحق صفة القومية وتمثل كيانا قوميا مستقلا عن الآخر بثقافته. مثلا الساهو فيها أكثر من 20 فرع أو بطون، وهنالك ما يسمى بقبيلة العساورتة، فكيف يكون هنالك قومية؟ هم طبعا ربطوا اللسان، مثلا لسان الساهو، كل من تكلم بلهجة الساهو فهو من القومية السيهاوية. طيب، وإذن فيقول مستقلا عن الآخر بثقافته وتقاليده. هل هي وحدة اللغة القومية أم وحدة العرق، أم التاريخ المشترك، أم المصالح المشتركة، أم الأرض؟ إذن ما هي صفة القومية؟ هل هي مثلا ثقافة وتقاليد تمثل كيانا قوميا مستقلا عن الآخر بثقافاته وتقاليده؟ هل هي وحدة اللغة، أم وحدة العرق، أم التاريخ المشترك، أم المصالح المشتركة، أم الأرض؟ يعني مثلا قومية تعيش في أرض واحدة، مثلا في المنخفضات وفي المرتفعات وهكذا، أو في الساحل، فما هي الصفة؟ سماه بين الحقيقة والادعاء. فإذن يقول إن السياسة فوقي يشير إلى عدم وجود القومية في إريتريا بمعناها الفلسفي الذي نظر له المنظرون الأوروبيون. ونحن لو اعتبرنا وحدة الأصل هي الأساس القومي، وقلنا إن الأفراد الذين ينحدرون من أصل واحد يشكلون قومية واحدة، فسوف تعترضنا حقيقة واقعية هي افتقارنا إلى ما يثبت أن البلين، مثلا قبيلة البلين أو الساهو أو قبيلة الساهو أو قبيلة التجري أو التجري، يمثل كل واحد منهم عرقا نقيا لم يمتزج ويختلط بغيره. إن الحقيقة تقول لنا إن الشعب الإريتري استقبل موجات من الهجرات، وحصلت فيه تنقلات من موقع لآخر حسب ما تفرضه الحاجات المعيشية. لذلك تجد أهل المنخفضات يذهبون إلى المرتفعات، وأهل المرتفعات يذهبون إلى المنخفضات، هكذا. فهنالك تصاهر وتزاوج بين الناس، وكل هذا يحدث فيه التصاهر والتزاوج. مثلا الهجرات العربية التي جاءت إلى إريتريا مثلا من اليمن، من حضرموت وكذا، اختلطوا مع الشعب الإريتري وتزاوجوا وتناصلوا وهكذا. والتزاوج فاختلط الدم العربي بغيره، وتمازجت دماء السكان ببعضها، وتناسلت وتناسبت. فإذا وإذا اعتبرنا عامل اللغة هو العنصر الأساسي للوحدة القومية، وقلنا إن الذين يتحدثون اللغة الواحدة يشكلون قومية واحدة، فإن هذا معناه أن نعتبر الشعب الأمريكي بأصوله المختلفة قومية واحدة. طبعا أمريكا فيها عدة قوميات أو عدة شعوب، ولمجرد أن الكل يتحدث الإنجليزية هل هي قومية واحدة؟ وإذا كانت اللغة عاملا أساسيا في التقسيم القومي،
كيف نفسر شعور الزنجي الأمريكي بالارتباط القومي مع الأفارقة السود دون أن يعرف لغتهم؟ وكيف نفسر التفاف الشعوب التي أقامت دولا حول لغة واحدة رغم ما بينها من تعدد اللغات والأجناس كإسرائيل مثلا؟ إسرائيل الآن تتكون من عدة شعوب، هناك يهود عرب جاءوا من اليمن، ويهود من العراق، ويهود من المغرب، وهكذا، وهنالك يهود أتوا من أوروبا. فيقول مثلا وكيف نفسر التفاف الشعوب التي أقامت دولا حول لغة واحدة رغم ما بينها من تعدد اللغات والأجناس كإسرائيل؟ إسرائيل الآن اللغة الوحيدة هي اللغة العبرية في دولة الكيان، ليست دولة إسرائيل، هي دولة محتلة مغتصبة لفلسطين. ويقول مثلا ثم ماذا نفعل مع عامل العقيدة، هو عامل نلمس تأثيره في حياة الناس ولا يمكن تجاهله، حيث نجد التجمعات التي يدين أفرادها بعقيدة واحدة تشعر بنوع من الإلفة والتشابه في تقاليدها الاجتماعية بل ومواقفها السياسية أحيانا. فالممارسات الثقافية التي يمارسها الوثنيون يأباها ويتأفف منها المسلمون، وتمثل في نظرهم عقائد جاهلية مرفوضة. إضافة إلى ذلك أنك تجد في بعض القبائل عناصر وفئات من قبائل أخرى، القوميات يعني. فإذا مثلا قومية النارة تتكون من عدة قوميات، فيهم المسلمون ونصارى ووثنيون. فالبلين مثلا تجد في أوساطهم تجمعات كبيرة تتفرع من قبال الناطقين بالتيغري وترتبط بجذورها القبلية، ولكن تتحدث بلغة البلين وتشاركهم السكن. فهل هذا كاف لنعدهم من البلين؟ هم لغتهم لغة تيغري ولكن سكنوا في مكان واحد. ألا يجعلنا ذلك نقول إن الاشتراك في اللغة ليس عاملا أساسيا في التكوين القومي، وإن القومية كما يقول أرنولد تومبي هي قضية شعور أكثر منها قضية لغة أو عرق، لأن هناك جماعات تشعر بشعور ارتباط قبلي مع أصولها بالرغم من أنها تجهل لغتها كثير يعني. وهنالك قبائل يتحدث بعض أفرادها أكثر من لغة من اللغات الأريترية ناتاب مثلا. فإن من يتحدث التيغري ومعها البيداويت الحدارب، نتاب والحدارب هذه قبائل تتكلم باللغة التيغري والتيغرايت، وإن منهم من لا يعرف سوى لغة واحدة من هاتين اللغتين. وتجد بين القبائل الناطقين بالتيغري تجمعات من الحدارب كذلك لا تعرف إلا لغة التيغري، ولكنها في ذات الوقت قد ترتبط بشعور قبلي مع جذورها الأصلية دون أن تعرف لغتها. إذن لماذا لا يكون الشعور القومي هو الأساس بدل اللغة؟ فالنظرية التي تقول بأن وحدة اللغة أساس البناء القومي نشأت في النصف الأول من القرن 19 في ألمانيا، وانتشرت منها إلى معظم البلاد الأوروبية الغربية والشرقية.
طبعا ألمانيا كانت تقسم إلى شرقية وغربية، جدار برلين، وهي تعرف الآن باسم النظرية الألمانية. وهذه النظرية تعكس المصالح القومية الألمانية، تقابلها نظرية أخرى تعكس المصالح القومية الفرنسية، وهي نظرية رينان الفرنسي التي ترى المعيشة المشتركة الأساس في تكوين القومي. وفحوى هذه النظرية أن القوميات بلغاتها المتعددة إذا شاءت وقررت أن تعيش معا يمكن أن تشكل قومية واحدة بغض النظر عن لغاتها. وقد نشأت هاتان النظريتان من نزاع وقع بين الألمان والفرنسيين حول سكان الألزاس الذين يتحدثون اللغة الألمانية. فكان الألمان يطالبون بضمهم إلى ألمانيا طبقا لنظرياتهم، بينما كان الفرنسيون يرونهم عكس ذلك على ضوء نظرية المعيشة المشتركة. وهكذا هذه القومية لا بد أن تفصل وتكون هنالك حقائق. من هذا نصل إلى التنظير القومي وليد الصراعات الأوروبية. ولا يعني المسلمين الذين يؤمنون بوحدة الجسم الإسلامي. الإسلام فيه العرب، فيه العجم، فيه غير ذلك من البلاد، من فرس، من الفارس، من أفغانستان، من اليابان، من كل مكان. الذي يدخل في الإسلام هو جسم واحد. ولكن إذا قبلنا التنظير الغربي، ولماذا لا نأخذ بنظرية رينان الفرنسي؟ وعلى ضوء ذلك نقول إن المجتمع الإريتري بشتى قبائله شاء بمحض إرادته أن يعيش عيشة مشتركة في دولة مستقلة لغتها الرسمية العربية والتجرينية. مشاهدي الكرام، بعد هذه القراءة الماتعة استودعكم الله وألقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.